السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة يا جماعة هنفطم ولاد الأرنبة ديت مع بعض. هنشوف طبعا الأوزان وهنشوف ازاي احنا هنتعامل معاهم أول ما بنفطمهم. زي ما حضراتكم شايفين يا معاها عدد بسم الله ما شاء الله، معاها 8 أرانب. واحنا مجهزين معانا طبعا الميزانة هي والجفصان عشان نفطم فيها. هنفتح الميزانة كده. طبعا لما بنفتح الميزانة بأي وزن عليها يا جماعة هي بتجيب صفار غير وزن الثبت اللي عليها. يعني هي كده صفار، هي معلهاش، يعتبر معلهاش أي وزن. أي حاجة هتحط هنا هيطلع الوزن بتاعها صافي. هنجيب أول أرنب أهو معانا مع بعض. سبعمية أهو يا جماعة، 750 جرام. يعتبر أرنب ضعيف برضه، لأن ممكن الضعف يا جماعة نتيجة إن الأرنبة اللي جنبه كانت واكلة حتة من ودنه هي، فده برضه بيأثر عليه. بس هو كويس دلوقتي، هي يعني تعويرة قديمة وصحت خالص اهيت، بس ده بيأثر، كان مأثر عليه برضه. هنشوف برضه معانا بقية الأرانب هما اتنين اهو. ده 865 جرام، فرق عنه حوالي 100 جرام بالظبط. وزي ما قلنا يا جماعة هم عدد برضه، فطبعا معانا تلات واحد اهو. برضه نفس الحكاية يا جماعة، الودن متاكلة اهيت، نتيجة طبعا ان الأم اللي جنبهم دي بتعض. فهنبقى نشوف طبعا سلك ولا أي حاجة نحطهم بينهم وبين بعض. ده 770 جرام اهو برضو. رابع واحد اهو. 855 جرام برضه اهو. كده معانا 4 أرانب هما. خامس واحد 750 جرام برضه. يعني لو تقريبا لو دربنا كل الأرانب دي مع في بعض كده هتبقى تقريبا في حدود 800 جرام. 800 إلا حاجة بسيطة. ده برضه 855 اهو، 755 عفوا. الأرنبة دي يا جماعة متلقحة بعد الولادة ب10 أيام. 700 جرام اهو. 7 أرنب. 8 أرنب اهو يا جماعة. 935 جرام أو 940 جرام. هنحط طبعا الأرانب كلها مع بعض كده تاني أهما عشان نشوف الوزن النهائي للأرانب كلها. ستة كيلو وربع أو 6 كيلو أكتر شوية من ربع. طبعا ده كويس بالنسبة لإنتاج الأرنبة، إن هي معاها برضو عدد، وإن هي متلقحة وقابلة تلقيح بعد الولادة ب10 أيام على طول. فإحنا بنقول من 6 كيلو طالع يبقى الإنتاج بتاعك بتاع الأرنبة يبقى المفروض إن هو كويس. إنما من 6 كيلو ونازل لأ، طبعا ده يبقى أقل من الطبيعي ويبقى مش كويس. ويبقى الأرانب مش هتلم معاك تمن العلف ولا تمن الحاجات اللي أنت صرفتها عليها، ولا تمن العلف بتاع الأم، ولا المية ولا الكهرباء ولا الكلام ده كله. فطبعا يا جماعة لازم إن أنت توزن الأرانب كلها. لما تيجي تفطم لازم إن أنت توزن الأرانب كلها وتعرف الوزن بتاعك. ما تبصش الأرنبة ممكن تكون والدة 6 أرانب بس، وتيجي تفطمهم تلاقيهم مثلا اللي معدي الكيلو واللي 900 جرام وبتاع، هتلاقيها جايبة 6 كيلو وشوية برضه، ممكن يبقوا 6 بس ونفس الوزن ده. فما تبصش للعدد، حط الأرانب كلها على الميزان عندك، الإنتاج بتاع الأرنبة ساعة الفطام، وشوف الأرانب عندك عاملة وزن قد إيه. ولازم إن أنت تراعي إن أنت ما تلقحش الأرنبة غير بعد 10 أيام من الولادة على الأقل، عشان طبعا لما تيجي بعد كده الأرنب ده معضود برضو من ضفره اهوت. الأرنب عضها برضو من رجله. لما تيجي بعد كده تفطم الأرانب عندك، تلاقي طبعا أوزان كويسة، والأرنبة برضو يبقى صحتها كويسة وتلقح معاك على طول وتشتغل على طول.
انما طبعا لو انت لقحتها بعد الولاده بيومين ثلاثه، الارانب الصغيره دي هتيجي تفطمها هتلاقيه اوزانها قليله جدا، هتلاقي 400 جرام و300 جرام، هتيجي توكلها علف بعد كده هيموت منك نصها. وهتيجي بعد كده ان انت الارنبه لما تولد هتكون ضعفت، لانها جابت ولدين ورا بعض او ثلاثه ورا بعض، هتبدا ان هي تفوت تلقيح وتسلسل والكلام ده كله، هتبقى خسرت الارنبه وخسرت الخلفه وخسرت كل حاجه. انما لو حضرتك عايز تفضل مستمر على طول وشغال على طول في موضوع الارانب والامهات تفضل شغاله معاك على طول كويس، لازم انت تشتغل بالطريقه ديت. من بعد الولاده ب 10 ايام تبدا ان انت تلقح الارنبه، او تبدا ان انت تشوف الارنبه محمره ولا لا، تحطها للذكر. ممكن لو حطيتها على 11 يوم او 12 يوم او 13 يوم لحد 15 يوم، يعني من اليوم العاشر لل 15 بعد الولاده، في الفتره دي تكون الارنبه لقاحت، تبقى انت كده شغال صح. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.